الفلوس هي الهدف الاساسي من الشغل لاي شخص. كلنا بنشتغل عشان عايزين نجيب فلوس. الفكره بقى ازاي اوصل للشغل عشان ابدا اعمل فلوس. اشتغل ببساطه يعني انت محتاج تشتغل. في ناس مثلا بتبقى محاطه لنفسها شروط معينه عشان تقبل باقي شغلانه، زي مرتب معين، زي حاجات معينه. انا في رايي دي كل الحاجات دي هتحصل، فاشتغل ببساطه. حتى لو اتعرض عليك شغل غير فلوس اقبله، جرب تشتغل. في ناس مثلا ساعات في البروسيس بتاعه الهايرنج بيبقى بيطلبوا من الشخص اللي بيتعين او في المرحله دي تاسكس معينه، وبيطلبوا منه التاسك تفضل نفذها في وقت معين او في تايم فريم معين وفي ديدلاين. بتفاجئ ان في ناس بترفض. فانا مش فاهم وجهه نظرك في الرفض ايه، اللي هو الجاستيفيكيشن او المبرر. اصل هم ممكن يكونوا مديني تاسك هيكونوا محتاجينها ويستخدموها في الشغل، طب ما يستخدموها. دخلت في نواياهم. يعني انت لما بتتصدق لحد محتاج فلوس بتبقى عارف هيعمل بيها ايه، ما ممكن يروح يجيب بيها سم يقتل حد. فما تفكرش في ده، تفكر في التاسك نفسها. انت اولا علمت نفسك، ايدك خدت على الشغل زي ما بيقولوا، والله ربنا كرمك والشغلانه جت اهلا وسهلا. ربنا ما اردش ان الشغلانه دي تيجي، بس بينك وبين نفسك انت عملت اللي عليك بس.